التشيكي ووكيل اللاعب ومدير التعاقدات في نادي بنايك التشيكي والكابتن محمود الخطيب والكابتن محمد رمضان ومروان الناي. لا، مروان النايب ما كانش موجود عشان مروان النايب بره مصر. يقال حسب انت بتكلم الخطيب، يعني انت شايف ايه؟ يعني انا وهو وانا وهو برضه هو بوقع لي على التيشيرت الخاص بيا، وانا واقف قاعد معاه في المكتب يعني، والتيشيرت الخاص بيه موجود اهو. ادي التيشيرت الخاص بالكابتن محمود الخطيب ببروزه وحطه ورايا ده. هاني رمزي كان موجود؟ لا، هاني رمزي المعلومات اللي عندي ان ما كانش موجود. اللي كان موجود بالنادي الاهلي كان الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمد رمضان ومدير التعاقدات في نادي بنايك التشيكي ورئيس مجلس اداره نادي بنايك التشيكي ووكيل اللاعب وايفرتون نفسه. يعني كانت الاطراف كلها كانت موجوده، الاطراف كلها كانت موجوده في الاجتماع. اللي اتقال لي ان الكابتن محمود الخطيب اتفق على كل التفاصيل مع النادي التشيكي ومع ايفرتون دي سيلفا. ومن الوارد ان خلال 72 ساعه نلاقي ايفرتون دي سيلفا في القاهره. وارد جدا يكون مروان النايب معاه، لان مروان النائب بره القاهره بره مصر، والكلام ده قلناه يمكن من اسبوع. حصل حبيبي يا استاذ احمد، على راس احنا طبعا بنتعلم منك يعني. فالاجتماع ده تم النهارده. الكلام اللي جالي من النادي الاهلي ان تم الاتفاق على كافه التفاصيل. مروان عطيه، انت لسه فاكرين يا استاذ دعاء كده؟ يا استاذ دعاء تسيبينا في اللايف وتروحي تعملي حلويات في المطبخ وتجي لنا تاني؟ ماشي يا استاذ دعاء. مروان عطيه مصاب، عنده كدمه في الكاحل وما حضرش التدريب النهارده. وارد جدا يغيب عن مباراه الجونه، هو وسام ابو علي واكرم توفيق. يعني بتكلموا بقى؟ ايوه بكلمه عادي يعني. كابتن محمود الخطيب حبيبي يعني، ومديني التيشيرت بتاعه وموقع لي عليه. حتى انا مبروز التيشيرت، بتاع الاسطوره محمود الخطيب. لا، المعلومات اللي عندي ان مروان النائب بس هو اللي خارج مصر. مش عارف بقى الكابتن هاني رمزي موجود خارج مصر ولا ايه. طيب، المعلومات اللي عندي يا جماعه ان النادي الاهلي او الكابتن محمود الخطيب اتفق مع نادي اداره نادي بانايك التشيكي ومع ايفرتون وكيله على كافه التفاصيل، بما فيها كمان الفندق اللي هيقوم فيه اللي هيقيم بيه في القاهرة، والعربية والسواق والحاجات الخاصة كلها بالصفقة. وارد جدا ان خلال 48 ساعة، يعني الكلام اللي اتقال ان يوم 15 وارد جدا يكون ايفرتون دي سيلفا في القاهرة. وارد جدا يعني، ده الكلام اللي جالي من النادي الاهلي حتى هذه اللحظة يعني. ده الكلام اللي جالي من النادي الاهلي، ان في اجتماع زوم عبر تقنيه زوم حصل النهارده ما بين الكابتن محمود الخطيب وما بين ايفرتون وكيله ومجلس اداره نادي بنايك التشيك. قال لي اتفقوا على كل التفاصيل ان النادي الاهلي وارد جدا يدفع او يكون الراتب السنوي لايفرتون دي سيلفا 1,750,000 دولار. فدي الاخبار اللي جات لي من النادي الاهلي النهارده. مش قادر ااكد لك موعد الاعلان عن الصفقه ولا موعد وصول ايفرتون دي سيلفا، لكن الكلام ده جالي النهارده من النادي الاهلي. وارد بقى نشوف التفاصيل التانية بعدين، ولكن حصل اجتماع النهارده عبر تقنيه زوم. النادي الاهلي انهى كافه التفاصيل مع ايفرتون دي سيلفا ووكيله ومجلس اداره نادي بانايك التشيك. يعني وارد جدا خلال 72 ساعة نعلن عن أول صفقات النادي الأهلي وهي إيفرتون دي سيلفا، وبعد كده نعلن عن مصطفى العش اللي وقع رغبة انتقال للنادي الأهلي. وفي كلام إن نادي زد طلب 25 مليون جنيه من النادي الأهلي. أعتقد إن الرقم كويس يعني، في ظل إصابات أشرف دار المتكررة. ونوجه الشكر بقى ليوسف أيمن حافظ ونقول له متشكرين يا عم الحاج على الفترة اللي أنت قضيتها معانا في النادي الأهلي. فالاجتماع ده تم النهارده ما بين مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره نادي بانايك التشيكي واللاعب ايفرتون ووكيله. فاللي جالي ان انهم كافه التفاصيل الخاصه بالصفقه، وممكن خلال 72 ساعه نشوف ايفرتون دي سيلفا في النادي الاهلي. والنادي الاهلي على الرغم من الاعلان قبل كده ان رئيس نادي سيون السويسري اعلن رفضه للتعاقد من النادي الاهلي مع الياس شوارف، ولكن النادي الاهلي بيحاول باستماته في صفقه الياس شوارف. النادي الاهلي شغال على ايفرتون دي سيلفا وعلى الياس شوارف، وفي اسم ظهر النهارده اللي هو سيرينو باولو. فوارد برضو يكون في النادي الاهلي. كل الامور ديت وارده، ولكن انا هاممني جدا صفقه ايفرتون دي سيلفا عشان بيلعب في كل مراكز الهجوم، يعني جناح شمال، جناح